مره خدت 6 كنت فرحانه بقى بحسبها 6 من 10 طلعت 6 من 40 اصلا. افرح يالا انت ناجح. وطلعت قالت لي مش هتعدي. ده مين المتخلف اللي قال لك ان انت سقطت؟ كده كانت الدكتور بتعمل حاجه وانا عماله اقول لها لا يا دكتور مش كده دي كده، وقمت عشان اعملها لها قمت واقعه على ظهري. وفرحان قوي. هتحكوا لي يوم طالب تربيه ده بيمشي ازاي من اول يوم لاخر اليوم؟ مبدئيا من الساعه 8 الصبح كده احنا بنبقى في الكليه. لا بتخرجي الساعه كام؟ لا بنخرج من البيت على حسب كل واحده بقى، يعني هي من بلبس من مثلا بيتي بركب في 6:30 لابسه مال بطلع 6:30 بوصل هنا على 8 على حسب الارض، يعني هو باجي هنا 8 يا دوب بنقلع. بصي بقى تطلعي دي تلبسي لها لبس، تنزلي دي تلبسي لها لبس. احنا هناك حرفيا على قد ان احنا نحط ميك اب ونقلع ونلبس بس. بتحطي ميك اب ليه؟ اهم حاجه الشكل يا ماما. هو انا كده متمكيجه؟ ده انا كده على المحاره. عايزين نقول حاجه، ما بنلحقش ناكل، احنا بناكل على السلم اقسم بالله، مفيش وقت ما بين المحاضرات. لا بس هقول لك على حاجه، يعني بعيد عن كل ده احنا ساعات بنكبر دماغنا وبننزل من الكافيه ده للكافيه ده للكافيه ده. استغفر الله يا اخي ما توقعنيش في الغلط. زي ما انت عامله دلوقتي كده. زي دلوقتي كده خلصنا اصلا يوم الخميس ده ما بيبقاش علينا حاجه، يعني اصلا المفروض ما ننزلش من بيوتنا، بننزل احنا الثلاثه من الكافيه ده للكافيه ده للكافيه ده ومقضيينها. ابني كنت الليفه يا حاج صاحبني يا جمل. وجهي لي كلمه للملابس، اي حد بخليه يوجه كلمه للكليه بتاعته، كلمه للملابس. اجدع ناس بتوع بلبيس والله العظيم، ناس سالكه مفيش من بعد بلبيس ولا الزقازيق واللي منها ولا الزقازيق. كل البلاد حلوه، احنا ما نحصلناش المصور مش زقازيق اصلا اجدع ناس الزقازيق. انت ايه؟ انا عندي صاحبتي من الزقازيق عشان اقسم بالله معودانا عن الدنيا كلها بجد والله مش كلام. في كلمه اقولها لبلبيس. ما انا قلت لك كلمه قولها بالبيت. اجدع ناس بتوع بلبيس، ما لازم اقول تاني عشان انا من بلبيس. بصي شهامه وجدعانه وكل حاجه تلاقيها في بلبيس. الجامعه انك من بلبيس بيعمل ايه؟ من بلبيس؟ طب بعيد عني. بياخد 4 خطوات ورا لما حد يعرف ان اي حد بس لا لما بيتعاملوا معايا بيحبوا بتوع بلبيس. يعني انا كنت اعرف ان بتوع بلبيس دول يعني مش قد كده، بس والله ما انت قد كده ايه؟ اوعي ايدك مالك؟ بس والله احسن ناس والله، واجدع ناس واروش ناس. ما انا صاحبتي أبطال بلدنا اللي خيرهم على البلد كلها، اللي لحم كتافهم من خيرهم. في جله كده بتاع 6 كيلو وباجي عشان انزلها واعملها كده المفروض لو ما حطيتهاش تحت ودانك يبقى انت صفر او ساب. عظمه الترقوه كده يعني في اصابات كتيره في واحده صباعها اتكسر كده، صباعها الصغير ده جه بالعرض كده. انا يا بنتي ايه ده؟ تعالي هاتي. لا اصابات تربيه رياضيه. تعالي بجد. ايه ده؟ ده من الكليه؟ من الوزن. طب وجايه تاني وانت مكسوره حبيبتي؟ عشان الدرجات الامتحانات. بتمتحنوا دلوقتي؟ اه. طالعه الاولى على الدفعه؟ لا على الفرقه بتاعتي، الشعبه بتاعتي. احكي لي عن معاناتك في تربيه رياضيه. هو مش معاناه، يعني هو اللي حابب الجامعه هيتاقلم معايا. ايه بقى ايه ده؟ لا انا واخده المركز الاول اصلا، عشان كده انا بعد ما خدت المركز الاول جالي اصابه على طول من ايه ده مي اتحسدتي؟ بالظبط. ايه معاناه طالب كليه تربيه رياضيه؟ ممكن السباحه في الشتاء. انت بتعمل ايه يا عاطف؟ حران يا راجل، صور كنت فاكر الدنيا برد. احنا النهارده اليوم العالمي للتربيه الرياضيه، وجهوا لي كلمه لتربيه رياضيه في صوت واحد. والان مع المفاجاه. والله انا اكبر قطر يا بنات شنطه التربيه الرياضيه. ما بنات تربيه رياضيه جامدين اهو. باخد حقي وقتي وانا واقف. ايه يعني انا جامده على تربيه رياضيه؟ لا يعني ممكن اديله حركه كده ولا كده. وريني كده بتعملي ايه؟ ايدي حرام عليك ايدي. لا والله هي اي حد بس مش بيحبها هيحبها لما يدخلها، بس هي متعبه. بس يا جماعه هي شجعتنا العب كيك بوكس. شجعتها العب كيك بوكس، جايبه لها اصابه. ومش عارفه العب كيك بوكس تاني بسبب صواعي. طبعا خلاص كده. لا بس بجد انا بدخل من غير كارنيه، يعني انا معروفه في التربيه الرياضيه بدخل من غير كارنيه. كل واحد فيكم يقول لي كلمه واحده للدفعه بتاعته. ربنا ما يجمعنا بيكم تاني ويبقى اخر لقاء بيننا. من لم يعلمه ابيه وامه يعلمه كليه الحقوق. لا انا ما اسمحلكش. كليه ايه؟ حقوق. ايه مفروض بس ليه؟ معلش، هو الكليه اصلا لازم تاخد اي حد. يمي خاف يا عيد. يمي. عندنا الدكتور بيخش بيشرح 70 صفحه في المحاضره، 70 ده يعني معنى كده مرفه علينا. وبشركم بسنه سود. ممكن يخش في ال200 يخلص كتابين. كدب ده ما يتسكتش عليه ابدا. معاناه ال4 سنين في كليه حقوق. من لم تعلمه الايام تعلمه كليه الحقوق، من لم يعلمه ابيه وامه يعلمه كليه الحقوق. لا انا ما اسمحلكش. يا صعيده. بقول لك يا ابني انت بتاكلنا ايه؟
احنا كده في سياحه فنادق يا انت بتهزر يا ابني. يا زريبه يا حبيبي، انت متخلف يا ابني. هلا والله عليك. انا بحب الكلية دي بتكفر عن ذنوب الإنسان، بس برضه بنحبها. هتعمل ايه بعد ما تتخرج من حقوق؟ مستشار طبعا. ولا احنا اسمنا ايه؟ ما بتعانيش انت في الكلية دي؟ ايه؟ لا اكيد بعاني، وفي حد ما بيعانيش في الدنيا اصلا. بتتخض ليه وانا بسألكم انتوا بتتخضوا ليه؟ اكيد بعاني، اي حد بيعاني في الدنيا اصلا. ايه معاناتك في ال4 سنين؟ هي نفس المعاناة برضه، دكاترة وامتحانات على الكل. المعاناة بتاعت ادم حاجة تانية خالص. ايه بيعاني في من ايه ادم؟ ملقاش الحضن او ملقاش الحد الحنين اللي اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت. المشكلة ان ادم ملقاش حد يعني ايه يحتويه في وقت زعله والكلام ده كله. عارف ليه؟ عشان انت كحيان، انت كحيان يا محمد. لقيت حد يحتويك؟ وعندي حد بيحتويني برضه والحمد لله. لا هو حد خلينا فركش النهارده. لا باولو منتج يا باولو. ربنا معاك يا رب. يا ابني انت كده منتج البتاع يا ابني. منتج يا باولو. يا الاخبار. ده نفسه يعني بصراحة نفسه. يا عم واقسم بدين الله 20 سنه 21 سنه بنموت. وانت؟ لا انا الحمد لله. مين فيكم ماسك جروب الدفعة؟ عم احمد ماسك جروب بس الحريم ما تخش له اكتر. انا على فكره بخاف الله ما بردش على حد، ده اهم حاجه التقوى. حقوق الزقازيق علمتك ايه؟ احترم نفسه مع محترم ولا ايه؟ احترم نفسه ما جاش الكليه دي تاني. حقوق الزقازيق علمتك ايه؟ ولا اي حاجه يا ابني انت في الجاره مش في طب. الدفعه بتاعتنا دي وسخه اللي بتعمل ملخصات للدفعة؟ لا بعملش ملخص بس بتتبعت لي يعني. بنت بتبعتها له. سهله بقى ام كمامه هتيجي وقت يا ام كمامه. والله بقى لنا سنتين بندور عليك انا والواد ده. هنخش الجيش والدنيا ناشفه معانا يا جدعان، ما ينفعش والله. لا اتكلم عن نفسي. نص الدفعه معاه. انا سنجل والحمد لله. كل واحد فيكم يقول لي كلمة واحدة للدفعة بتاعته. انتوا احسن دفعه في الدنيا وربنا يسامحنا على كده. اسلكوا اسلكوا اسلكوا، ده قرر اللي قاله محمود. اسلكوا، ربنا ما يجمعنا بيكم تاني ويبقى اخر لقاء بيننا. نتمنى السلكان يعني. والصراحه الدفعه دي طلعوا منها ناس كويسه، منهم زنات ومنهم شعبان. بس انا سامعه ان انتوا بقالكم 3 سنين بتدوروا على بنت بكمامه. لا ده زنات وشعبان بس. تعملوا ايه بعد التخرج؟ هنشتغل مستشارين باذن الله. مستشارين؟ اشتغل. لا ما هم طالبين حديث التخرج خبر 5 سنين. انا بقدم كل التنازلات اللي تتخيلها العميل. انا دلوقتي عايزاك تبيع لي حاجه، هتقنعني ازاي؟ بجنيه ونص وما بيتكسرش. عشان خاطر بالله عليك اخوك. ازيك؟ الحمد لله تمام. جاي منين كده؟ انا والله كنت في الجامعه بخلص ورق كده. انا شايفينك طالع من الجامعه، انا عارفه ان انت طالع من الجامعه. شغال ايه بقى؟ قول لي. انا شغال في مجال السيلز. انت خريج مبدئيا؟ انا متخرج بقالي 2 سنين. حلو. الحمد لله. شغال في ايه؟ في مجال السيلز. فلوس. حضرتك عارفه الطور اللي في ساقية ده ما طلعش طور، ده طلع سيلز مان. الله يراك. حضرتك انا بخلص تارجت. بتداري العينه. بقول لك بخلص تارجت عشان الحق التارجت اللي بعده. مين قال 300؟ انا من ساعه ما جيت هنا وهم 400. انا بقدم كل التنازلات اللي تتخيلها العميل. كل التنازلات. ليه هو العميل ده كان ابوك؟ لا جوز امي. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. لازم ارضيه ويوافق على كل حاجه، لا واطلع منه فلوس. اتفضل ايش حساب. عارفه التارجت ده عامل زي الصاحب الجدع، اسمع عنه وما بشوفوش. ده انا اصحابي كلهم رجال. بتحققش تارجت؟ ولا اي حاجه حضرتك. شغال في السيلز بقالك قد ايه؟ 3 سنين. حلو. عندك خبره في المجال؟ لا ما هم طالبين حديث التخرج خبر 5 سنين. ايه؟ حديث تخرج خبر 5 سنين، ولو جيت له بخبره يقول لي انا عايز حديث، لو رحت له حديث يقول لي عايز خبره. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، ده ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. بس يعني انا احب اقول لاي حد شغال في مجال السيلز. لا ده انا لو هقول لك اوصف يعني، اصل بتوع السيلز دول بيبانوا. انت داخل عليا كده انا حسيتك اصلا شغال سيلز اصلا. من الهم. امتى يجي الاكتئاب والحالات النفسيه؟ امتى تصدق بايه؟ انا قاعده بجاملك، ده انا بعمل كده بقالي ساعتين. يعني انت داخل عليكي بهم، نكد، دماغ تعبانه. عارفه المحاسب بيشتغل 8 ساعات، انا بشتغل 24. تشتغل 24 ساعه؟ طبعا. تقبض كام معلم؟ مش يعني ادي رينج. سؤال صعباني شويه لكن هجاوب حضرتك برضه. حد بتاع مبيعات يزيد عن 3000 جنيه الشهر. 1000 ونص. لا ده بيكذب. مفيش حد بيقبض 3000 جنيه دلوقتي. 3000 جنيه 1000 ونص انا اسفه، يا صاحبتي بتقبض 1000 جنيه. 1000 ونص على الدكتور النفسي وال1000 ونص مرضيه للشغل اللي ما بيجيش. السيلز بيتعالجوا نفسيا؟ طبعا. ماما حلوه.
ماما حلوه ايه؟ قول لي 5 حاجات او قول لي بعض من الصفات لو شفناها في شخص نعرف له انت شغال في المبيعات، انت شغال سيلز. غير متزن نفسيا، غير متزن عصبيا، القدره على عدم الرؤيه، القدره على عدم المناهده، المرض النفسي والنفس المريضه. انا دلوقتي عايزاك تبيع لي حاجه، هتقنعني ازاي؟ بجنيه ونص وما بيتكسرش. عشان خاطر بالله عليك اخوك. ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. هو ايه اللي عشان خاطري؟ الدنيا صعبه. ما خاطبين بقى لنا سنتين، هنعمل ايه تاني طيب؟ يعني انت هتدخل على العميل تقول له عشان خاطري؟ يعني لاجل سيدنا النبي. دلوقتي بقى بما انك حد خبره بقى في المجال 3 سنين وعملت فلوس وبهدلت الدنيا، قول لي نصيحه لاي حد ناوي يدخل مجال السيلز. والله اي حد ناوي يخش مجال السيلز لو قعدت في الانترفيو وقال لك انا التيم عندي كله بيحقق التارجت، سيب كعب العمل وبكعب الجزمه على عينه. بصي مهما كنت بتاع مبيعات جامد فمريم اجمد منك. سمعت ان انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ طبعا طالبين سكرتيره ومبروك علينا. بجد؟ فاحنا كرجاله مصدومين اصلا في الموضوع ده. يعني انا ما عنديش مغريات امور اوريها لك. انا اخري يعني نقتصر موضوع السيلز ده على البنات والحريم، يعني لو عايزين يبقوا 2. الراجل ده كل كلامه صح. انت مال امك انت. دي النصيحه الوحيده اللي بتجيهم. وحاجه كمان، اي حد يخش في مجال المبيعات هيقول لك تشتغل في ريل استيت، انت في كوميونتي عالي، انت غلبان، انت طيب، ما تشتغلش في المجال ده واهرب. الهروب احيانا بيكون حل. مراكب ايطاليا تحفه. طب وتسافر ليه وتغرب روحك ليه؟ ما انت كده ميت. احيانا بيكون الانسحاب نجاح. صح. وانا من هنا بوجه رساله للمسؤولين، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في الشركه اللي انا فيها. ما انا فكرت. طب هو المدير بعد الفيديو ده خلاص هيرفدك خلاص؟ ما انا اصلا مرفوض. شكرا صباح الفل. والله مرفوض بقالي شهر ونص. والله كنت مدير مبيعات وسبت الشركه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ يعني هو مدير مبيعات ما كانش بيقول لي السلام عليكم، بيقول لي بعت بكام؟ عارفه انت حوار الفتى المدلل؟ تارجت. عارفه انت حوار الفتى المدلل بتاع الشركه؟ اما انا سمعت اصلا ان السيلز عموما اللي بيشتغل في السيلز ده الفتى المدلل بتاع الشركه. لا، الفتى المبلل ليه سفنجه يتعسر ينزل فلوس، هو مش مدلل خالص. انا مضطر ان انا اشتغل بس مقابل ايه؟ الله اعلم. مرتبي كام؟ الله اعلم. هتبيع الشهر ده؟ الله اعلم. حققت التارجت؟ الله اعلم. كلمه للمدير اللي رفضك. حسبي الله ونعم الوكيل. انا الصراحه كان نفسي اخش شرطه. يا حيوان اديني البيت. ما انا عشان شايل 5 مواد وفرحان قوي. طب قول لنا حاجه يا انجلش. I go to school by bus. الناس دي اللي مكلماني، انا جاي لهم كده. ناس مين اللي مكلماك؟ كت صاحبي اللي مكلمني عشان انت في كليه ايه؟ انا في اداب. سنه كام؟ اولى. في سنه اولى؟ قول لي معاناه طالب كليه اداب. انت لسه ما شفتش معاناه بس قول لي يعني اللي شفته في سنه اولى. معاناه طالب كليه اداب؟ انت معايا ولا جاي من النهارده؟ هو انا ما باجيش الكليه الصراحه. نعم. يعني انا لسه جاي النهارده عشان يعني انزل، عشان لسه مرتبط جديد وكده، فنزل اول يوم مقابله ليا النهارده. مش رقم تليفونك برضه 67 3 نازل تقابل في الجامعه؟ لا طبعا مش هقابل في الجامعه. امال ايه؟ في 3 شجرات هنا، حته متكنفه كده، نقعد انا وهي عشان ما فيش يعني. ممكن سعادتك يعني تاخدها على الكورنيش، تاكلوا كوز ذره، شويه ترمس، زر بطاطا. طب انت كنت عايز تدخل ايه ودخلت اداب؟ انا الصراحه كان نفسي اخش شرطه. يا حيوان اديني البيت. انا طالع غير لايك تنمر الصراحه. طالع 7 عيادات. بتتنمر ولا بيتنمروا عليك؟ لا هم تنمروا عليا. رياضه بنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبه منك اسود. ما انا طالع عظام. انت بتقول ايه؟ مش ده تلفزيون، مش احنا بنسجل. احنا بنسجل ماشي بقى. كلامك مش مفهوم بالمره. طب ماشي، يعني دلوقتي المعاناه طالب كليه اداب. المصاريف ايه ده؟ مصاريف ايه؟ المصاريف غاليه قوي. بتقول ايه؟ والله المصاريف غاليه قوي يا جماعه. والله العظيم بدفع 1090 جنيه واخدين مني 1005. احنا في اداب ما بندفعش المبلغ ده. ما انا عشان شايل 5 مواد وفرحان قوي. يعني انت مش في سنه اولى؟
لا انا سنه اولى. انت عايد؟ عايد سنه اولى الحمد لله، بقى لي 3 سنين. انت عبيط يا اسطى. كلام بجد؟ والله العظيم ما عندناش احنا حد بعيد، عندنا حد بعيد 3 سنين؟ 3 سنين؟ 3 سنين طب ليه؟ ما انا يعني مش عارف، بس ما اعرفش دكاتره الصراحه، ما اعرفش دكاتره. ما قسم ايه؟ انت قسم ايه في اداب؟ قسم انجلش. انجلش؟ يس all English all the time. طب قول لنا حاجه يا انجلش. I go to school by bus. I am donkey. دونك يعني. دخلت المدرج كم مره؟ والله العظيم لسه داخل المدرج من نص ساعة، أول مرة ألاقيها في حياتي. يما يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. أنا نزلت من طلب العلا يسر الليالي، نمت الساعة 3 الفجر ونزلت الساعة 8 الصبح، محاضرتي الساعة 10. نزلت مع أصحابي، فطرت ورحت المدرج. تمام، عشان ما تقوليش بكلم بنات فوق السطح والكلام ده. يما أنا والله ما مرتبط، أنا لسه أول يوم ارتباط وهي كرتت لي. أنا بس بفهمك، وخدت الفيزا عشان ادفع المصاريف، عشان ما تتخضيش، ما تقلقيش عليا. دفعت المصاريف؟ الحمد لله دفعت المصاريف. ثانية واحدة. انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ عشان امي لا ياما الكتب المواد وصل المصاريف اهو. والمواد اهي ياما 750 جنيه. مش كانوا 1000 وشويه؟ ما 1090 زائد 750 يبقى. انت بتخنصر؟ ما بخنصرش والله. ايه انت بتخنصر؟ والله ايه ما بخنصرش. ايه ايه دي فلوس سفر؟ خد فلوس الكتب وراح لا يا عم امشي يلا. لا والله ايه ياما ابنك ناجح باذن الله وهتعين دكتور في الجامعه. دكتور بعد 3 سنين بتعيد؟ واللي قال لي على الحوار ده الراجل الامن اللي واقف على باب الجامعه، قال لي انت في يوم من الايام هتبقى دكتور في الجامعه. وجه لي كلمه لكليه اداب. ايه الموهبه اللي عندك؟ انا بمثل. فين الكاميرا؟ تمدح ولا بتمثل في مسرح الجامعه؟ بطلت. بنعمل حلقه عن المواهب. ايه الموهبه اللي عندك؟ انا بمثل. بتمثل؟ مثل لنا حاجه. انا تاني انت فاقد الذاكره ولا بتعيد الخناقه من الاول؟ فين الكاميرا؟ تمدح ولا هي دي؟ بمثل ايه؟ تعالى عبد شاركني. هاتوا هو العيال. انا من دشنا. دي فين؟ جينا دي فين؟ انت معايا ولا جاي النهارده؟ سعيد يا والله انت جاي تعمل ايه هنا؟ انا جاي الجامعه هنا. جاي الجامعه؟ ده في كليه ايه؟ انا في كليه تجاره. ابو تقل دم امك. انا بقى قال لي روح الجامعه الصبح. فانا سمعت الكلام. اللي وانت عيان ولا ايه؟ هو انت كده صعيدي؟ على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. مش عارف بس هو بقى. يعني دي موهبه، دي موهبتك. هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. خلاص والنبي اليوم اللي شفتك فيه. بتمثل في مسرح الجامعه؟ انا انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ بطلت. كنت بس بطلت. بطلت ليه؟ لا مش فاضي والله. طب ايه الموهبه اللي مش عندك وبتتمنى تكون عندك؟ والله ما عارف بس هو تمثيل حلو. انت ارتبطت بيه؟ والله وانا انا خدت الاكس بتاعي. هو اصلا ما مرتبطش. اب خدني بقى وريحني من الشعب ابن ده اللي عمل لي بتاع. يعني انت ارتبطتي باللي كان حبيب صاحبتك؟ انا اصلا ما ارتبطتش. احساس ان انا بجيب بس عشان يعني كنت بتجيبي له بنات يكلمهم على صاحبتك؟ انا عارفه. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ هو انا كنت شير. ايه شير؟ داخله في مجال يعني ايه كنت شير؟ كنا بنشير ارقام بعض ويبقى عندنا ريتش والحوارات دي كلها. انا ما كنتش عارفه يعني شير. الاستاذه كانت مع الجمعه يبقى مين؟ يخرب بيت الفيسبوك ده اللي خرب الدنيا. عايش العيب عليك انت اللي بتختاري ناس عدله. مش عليكي، على حبيبها. عشان افتكرت. لا هو بصي هو حوار الشير ده كنت انا ما اعرفش عنه حاجه وهي كانت دخلت شير وعجبني الحوار ودخلت معاها. المهم يعني بعد سنه كده انا كنت بتكلم معاه اللي هو ايه يحل مشاكلها والحوارات دي كلها صلح بينهم. هو كان بيخش وانا اللي هو كنا بنشرح ما بين بعض. فبعد السنه دي مسكونهم زي الدور الحوارات من الشك والخيانه والاشتغال. فقلت انا اولى ولا انا اعمل كده في اختي.
هو في ستات مجانين. كنت اللي هو بساعدك يعني اللي هو اجيب له بنت يتكلم معاه يومين، بس هو اكيد هو بيحب فيه فاكيد يعني مش هيسيبها. في النهايه اصلا واحده مهزأه سايبتها عشان تروح تحب واحد عيل. اخوانا خلاص مش عايز عربيات تاني، جبرت قضيت النهارده.